بتحس انك عطشان على طول، وزنك نزل وبصورة غير مبررة، دي تنبيهات من جسمك ان السكر مش مظبوط عندك. لكن عامل التحاليل هو اللي هيقولك المشكلة ايه بالظبط وهيوجهك للعلاج الصح بإذن الله. الأعراض دي لو حسيت بيها لازم تعمل فورا تحاليل السكري. ومن الأعراض اللي لو حسيت بيها لازم تعمل تحليل السكري: العطش الشديد، التبول المتكرر، الجوع المفرط، نزول الوزن وبشكل مفاجئ، التعب والإرهاق، بطء التئام الجروح، الالتهابات المتكررة وبخاصة التهابات الجلد والتهابات اللثة. وكل الأعراض دي تخلينا نتوجه لأقرب معمل تحاليل نعمل التحاليل اللازمة، ومنها تحليل السكر الصايم اللي شرط فيه لازم نكون صايمين من 8 ل 10 ساعات عن الأكل وعن العصائر، يسمح فقط بشرب الماء، ولو كان في أي أدوية بتاخدها خدها عادي جدا أو تبع رؤية الطبيب المعالج. التحليل الثاني تحليل السكر الفاطر اللي هو بيكون بعد الصايم بساعتين من بداية الأكل عشان نشوف كفاءة الجسم للتعامل مع الأكل اللي هو خده. التحليل الثالث السكر العشوائي، وده بيكون في أي وقت في اليوم وبيكون لحد الرينج بتاعه لحد 180. من التحاليل المهمة برضو معانا اللي هي تحليل السكر التراكمي اللي بيقيس لنا متوسط السكر خلال 3 شهور سابقين، وده مش محتاج أي صيام، ممكن يتعمل في أي وقت في اليوم. كان مع حضراتكم الدكتور هاني نبيل متري، أخصائي التحاليل الطبية، دبلومة الجودة الشاملة الجامعة الأمريكية. بتمنى لكم حياة أفضل بإذن الله.